السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال، تكون اموركم ان شاء الله كلها هي بصحه وسعاده. اليوم فيديو جديد جيت نشارك معكم واحد مقبله اولا سلطه اولا اللي يعجبكم تقدروا تسميوها. تقدر تكون حتى وجبه متكامله، يعني وجبه رئيسيه اللي هي العدس. واحد الطريقه زوينه، يعني لا هكا نبدلو من العدس اللي مالتين كناخذوه. فهاد الطريقه زوينه والمذاق ديالها كيجي رائع، وزوينه حتى بالنسبه للوليدات اللي ما تاكلوش العدس. فهاد الفكره هذه نقدروا نغفلوا عليهم يعني باش ياخذوه. نبداو على بركه الله. اول حاجه هنايا جبت معايا واحد البول كندير فيه العدس اللي كنسلقوه في الماء وشويه ديال الملحه باش ما يطيبش لينا من السوس. ضروري شويه ديال الملح في الاول. فانا هنايا سلقته وكنخليه حتى كيبرد، وكنحاول ما امكن اننا نديروه في الاول نديروه في الماء واحد ساعه هكا كل ساعتين باش ما يتخرجش لينا ما ديك القشره ديالو ويبقى محافظ على لي فيتامين ديالو. هنايا ضفت ليه حبه ديال الخيار، نتوما الكميه من طبيعه الحال كتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. درت هنايا حبه ديال الخيار، درت حبه ديال المطيشه هكا مقطعين، محيده منهم الزريعه، محيده منهم كل هذا باش ما يجيش طلق الماء. عندي هنايا شويه ديال الخس حتى هو قطعته هكا رقيق. فكيف قلت لكم مطيشه ما خصهاش تكون فيها الزريعه ولا الخيار، تحاولوا تحيدوا منه الماء باش ما تجيناش فازقه بزاف. هنايا درت شويه ديال الثوم هذا ديال الزيت، انا درت درت منه واحد شويه. نتوما تقدروا ديروا كميه اكثر، راه كتزيدوا داكشي اللي على حسب الرغبه ديالكم. فانا درت هنايا شويه قلت لكم ديال الطون. هنايا درت المعدنوس. فهاد الوجبه كيف قلت لكم انها هي يعني صحيه 100%. فدرت المعدنوس زايد، درت غير المعدنوس ما درتش القزبور. نتوما تقدروا ديروا القزبور على حسب الرغبه ديالكم. هنايا الصوص جبت واحد البول كندير فيه، راه صورته ولكن ما تصورش ليا، ما عرفتش علاش كيسحب لي واش راني كنصور. المهم درت فيه زويته بلديه، درت فيه شويه ديال البزار، درت فيه شويه ديال الملحه، درت فيه معلقه ديال لا موطارد. هذا درت هنايا لا موطارد هذا اللي كيكون بالعسل. الا كان عندكم انا راه وريته لكم في التصوير ولكن ما تصورش ليا. الا كان عندكم هذاك لا موطارد اللي كيكون بالعسل مزيان هو اللي درت انايا اللي استعملت. الا ما كانش ديروا غير لا موطارد العادي وزيدوا عليه واحد المعلقه صغيره ديال العسل. فهاد الصوص راه كتجي زوينه، كتجي خطيره. صافي هنايا من بعد كنجيب هذيك السلطه ديالي كنضيف عليها هذيك الصوص اللي درت. هي هاد الصوص كيف قلت لكم راه كتجي زوينه، تقدروا ديروها حتى في انواع اخرى ديال لي سالاد، راه كتجي بنينه وليده بزاف. بغيتو ديروها منها كميه كثيره تقدروا هكا ديروها وتضربوها هكا بالبلاندر، كطلع بحال شكل المايونيز. راه كتجي خطيره وتقدروا تحتفظوا بها حتى في الثلاجه، راه كتجي زوينه بزاف. صافي هنايا من بعد ما درت هذيك الصوص ديالي كنحرك نخلط هذيك السلطه ديالي اولا هذيك المقبله. غير هي نحاولوا نخلطوها غير برفق، يعني باش هذاك العدس ما يبقى ما يتعجنش لينا، لانه هو حاجنا فيه انه يبقى هكا كحبيبات، يعني يبقى باين ما يتعجنش، ما يجيش بحال اللي كان الاخر اللي كنطيبو. صافي كنبقاو نحركو غير بشويه حتى كنحركو مزيان. نتمنى ان اللي كيشوف هذا الفيديو انه يفعل الجرس باش كيوصلكم كل جديد. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو ديالي وانكم تفعلوا يعني معايا، وشكرا لكم بزاف. فهاد الغديوه انا درتها هكا الغدا لانه ولدي ما تياكلش ليا العدس، وكنحاول نتحايل معاه كندير معاه شي باش هكا ياكل منه بعدا واخا غير شويه، ولكن راه المذاق ديالو كيجي زوين. قلت لكم راه تقدروا نتوما نيت يعني راه غادي يعجبكم. اللي مجربوا ولا اللي مجرب هاد السلطه اولا المقبله فراه بغا يعرفني على اش كنهضر. هي راه كتجي لذيذه بزاف، وهذاك الطون كيعطي فيها واحد المذاق رائع وما كتحسوش نهائيا انكم كتاكلوا العدس. المقبله ديالنا اولا السلطه ديالنا من بعد ما وجدات فانا كنحط يعني شويه ديال التزيين وصافي كيبقى على حسب. تقدروا ترافقوا بها كيف قلت لكم الحوت اولا ترافقوا بها هكا الدجاج ولا اي حاجه. وكيف قلت لكم تقدروا يعني تعتمدوها كوجبه رئيسيه لانها راها مغذيه. راكم عارفين العدس راه هو غني بالحديد وبزاف ديال لي فيتامين. نتمنى لا فيديو ديال اليوم كيف قلت لكم انه يكون الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوا الوصفه وانها تعجبكم.
وشكرا لكم بزاف ونهاركم مبروك. ونتمنى وكنعاود نطلب منكم انكم يعني اللي شاف لا فيديو ديالي وانه يبارطاجيه مع العائله ومع الاصدقاء. وشكرا لكم بزاف ونهاركم مبروك. وديروا لايك واشتراك فيكم.